لحظة بكاء حودة شيبة على جدته أم والده الله يرحمها. طبعا لما افتكرها وبيحكي ازاي بدأ في بدايته وهي شجعته. طبعا اللي ملوش يعني ماضي ملوش حاضر، واللي ملوش أصل ملوش فرع. دي لمسة يعني من حودة شيبة، لمسة إنسانية. هنسمع ونشوف هو قال إيه ونرجع لبعض تاني. هنا في المكتب ده، وكانت ستي في نفس الدور اللي هو بتاع نفس الدور اللي في العمارة. 4 سنين انا كنت قاعد، ما كنتش ببات عندي في البيت، ما كنتش ببات مع ابويا وامي، كنت ببات هنا. فدي كانت اقرب حاجه ليا في الدنيا. وهي عملت معايا فيديوهات عشان خاطر ابويا زعلني، يعني مثلا ما كانش عايز يعمل معايا فيديوهات، وكان في زعل وكان في مشاكل وكان في مواضيع بقى بدون ذكرها يعني. فرحت انا معيط، فهي دخلت عليا الاوضه وانا بعيط، قالت لي انا اعمل معاك فيديوهات، وحضنتني وبتاع وعيطنا ومشينا. بعديها باسبوعين 3 دخل رمضان علينا. فانا كنت قاعد معاهم بتسحر معاهم جوه، كانت عمتي عامله الاكل، فبقول لها قولي لي يا ستي رايك فيا ايه وبتاع. قالت لي عوده ابني ده اوسخ واحد. ونزل الفيديو وضربوا مننا، عملنا فيديوهات. وبعد كده توفت احسن حاجه في الدنيا بالنسبه لي يعني. انا مش عايز اخش في كلام عشان انا عارف اللي اخرها ايه، وعارف ايه اللي هيحصل وانا هعمل ايه وبتاع، بس مش سهل قوي ان حد يطلع يقول لي انت نسيت. انا عمري ما نسيت، انا على طول كل جمعه عندها وكل يومين عندها هناك، حتى لما بيحصل لي اي حاجه ببقى هناك في التراب معاها. الفراق ده بيبقى اكتر حاجه بتدمر الشخص. انا لما ستي ماتت انا قعدت سنه بعيد عن الميديا، ولا بفكر في الميديا ولا بفكر في اي حاجه. وكنت اول واحد مصري يكسر ال 22,000 واحد في اللايف. كان اي حد تحتيه كان عنده 6 و5 و4. وسبت كل ده عشان انا ما كنتش بحبها الفيديوهات وقرف والكلام ده. انا عشان راجل جدع، لما بحب حاجه بحبها بجد، مش بحب عشان خاطر اللي انتوا بتشوفوه اليومين دول. هي هي ماتت وهي عارفه ان ام احمد حامل في الشهر الثاني، كانت حامل. فانا كان نفسي بس ان هي تشوف ابني، بس يعني كان نفسي تشوف ابني وتربي ابني زي ما هي ربتنا وبتاع، بس يعني بلاش يا حودة البوسة اللي في الآخر دي اللي بوظت الدنيا كلها. يعني هي كانش في داعي ليها خالص. يعني انت كده زعلت ستك منك وزعلتنا ويعني المهم يعني هو حودة شيبة طبعا بيفتكر جدته وازاي كان لها دور في ان هي شجعته في بدايته. والراجل يعني ما بينساش اصله، هو ده الهدف من الفيديو بتاعه. شكرا لكم وسلام. يلا صباح الفل عليكم واشوفكم بكره.